نفسك تعيش كتير. نفسك يعني مش صراحة مش بفكر فيها يعني نفسي أعيش مرتاح، نفسي أعيش أو نفسي لما حياتي تخلص أكون سايب أثر، أكون عملت اللي عليا واستاهل أدخل الجنة. يعني ده اللي بفكر، ده اللي شاغل تفكيري عن المدة صراحة. هي المدة عبارة عن إيه، حقنة مخدرة كده، دي طول المدة. لكن في اصل الموضوع الواحد عايز وهو عايش يعيش مرتاح، وهو ميت مرتاح برضه. بس في حاجات مش هتحصل غير بالوقت، يعني في حاجات عايزه وقت عشان تحصل، عايز فمحتاجه طول العمر يعني فاهم. والله انا بشوفها هي محتاجه خطوه، هي مش محتاجه طول عمر. يعني هي محتاجه ان انت تكون برواكتيف، يعني تاخد خطوات. لكن لو هتبص على طول العمر، هيبقى طول العمر ده مبرر انك ما بتعملش، ما بتاخدش خطوات. دي مشكلتي مع امنيتي ان العمر يطول، لان هفضل مبسوط او يعني مبسوط ان العمر بيطول وبرضه طول العمر ممكن يكون اذى. اتأثرت جامد بالسؤال ليه يا منى؟ اتأثرت لانه دايما لما افتكرت ان انا دايما بدعي اقول يا رب بارك في عمري لحد ما يعني عالية تبلغ اشدها كده، يعني اني اتم رسالتي معاها. فبس لكن عايز اقول لك انا كمان بفكر، يعني الناس مره السؤال ده انا نقلته من حد كان مره كاتبه يتهيألي على تويتر، يعني الاسئله اللي هي العميقه اللي تودينا في ده دي بتيجي من تويتر يعني. وقعدت فكرت شويتين كده ولقيت لا، يعني انا يعني مش عدم رغبه في ان الواحد يقابل ربه يعني، لا بس انا عشان عايز احضر العيال لما يكبروا ويخلصوا ويتجوزوا ويخلفوا، يعني عايز اخلص، يعني عايز اوصل الحكايه لحد الاخر. مش عشان انه ربنا مش هيبقى يحفظهم يعني وياخد باله منهم بعد كده، تمام يعني، بس انا نفسي يعني هو انا نفسي احضر حياتهم لحد ما يوصلوا للمرحله الستيبل دي. كله يتخرج، كله يشتغل، جوز ما يتجوزش، يا ريت يعني، بس يعني عايز احضر. هي الفكره طبعا ان ربنا في الاخر طبعا هو الحافظ طبعا، وبينا او من غيرنا صح. ولكن اذا كان يعني العطيه اللي هو يعني في عطيه ادهاني وبتحقق فيها معنى ما في بنتي ان رساله، فنفسي يعني اذا لسه الرساله يعني اكيد لسه في حاجات طبعا هي محتاجه تتعلمها، فيعني يكمل لنا للقطه دي. وهو في كل الاحوال يعني دايما اقول لبنتي كده عشان فكره تقول لي I don't know what I will do without you بالظبط كده. او لا اسمعي اسمعي بيا او من غيري، انا وانتي يعني انا محتاجاه وانتي محتاجاه، انا مش انا اللي بامنك على فكره خالص. الموضوع هيمشي يعني، هو هيمشي انت رغبه منك انك تشوف ده مني بالظبط كده يعني. بتحبي تسحبي سؤال عميق او سؤال مش عميق؟ ما تيجي نخش في سؤال عميق تاني، واحد عميق كمان، هم اتنين يعني غالبا لازم نخلص. وكفايه بقى الراجل والست. yeah can you fix him or her؟ مش عارفه والله يعني اقول لك ايه بصراحه. ما حدش بيفكس حد، ما حدش بيصلح حد، صح، ما حدش بيصلح حد. يعني انا فاكره كنت اتكلمت قبل كده في فيديو صغير عن الموضوع ده، كان نقاش بيني وبين بعض الاصدقاء، وكانوا بيقولوا ان الزمن بقى قاسي قوي، والناس ما بقتش تقف جنب بعض، والناس ما بقتش بتساعد بعض والكلام ده كله، وليه ما بقيناش قادرين ان احنا نقدم الدعم لبعض بالشكل ده، وان احنا يعني كله بقى بيقولك انا خايف اقدم النصيحة لا ترفض، او خايف اقدم النصيحة ما تبقاش محمودة، او تقولك مش في مجالها ومش في وقتها and so on. وجات في بالي فكرة موضوع الناس اللي بتصلح الناس دي. هو احنا مش بنصلح حد، احنا بنأمن بيئة علشان لما هم يصلحوا نفسهم احنا موجودين. انا موجودة. احنا دلوقتي قعدنا مع بعض واكتشفت ان انا وانت يا منى كأصحاب عندنا مشكلة كبيرة قوي في كذا 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 كذا. منى هتعمل ايه؟ منى علشان عايزة تحافظ على علاقتها بيا هتبدأ تشتغل على نفسها. وظيفة ولاء هنا اللي هتفكس منى انها تحتضن تغيير منى، توافق لمنى انها تتغير في بيئة امنة، فمنى ما تحسش انها جادجد، ولا تحس ان ولاء حبتها اقل، ولا تحس ان ولاء ما بقتش موجودة جنبها وبتبص لها كده، لا. فانا بتغير
وسط البيئه الامنه اللي انت قدمتيها. ده لو هي اصلا عايزه ده تتغير. ده هو الله ينور عليك. يعني ده ما هو ده لكن ده انا الاضافه. ارجع للسؤال ده في كان حالة- لوحدك كده fix someone لا لوحدي absolutely اهي not. بس ده هو بقى برضه- كانت اتفضلي، أمنية، اتفضلي. كانت أمنيات ناس كتير وهدف ناس كتير جدا، وأجيال عاشت تحاول تصلح لحد ما خلاص اكتشفنا فكرة إنه محدش هيتصلح إلا لما يعوز هو يتصلح. ويجي يقول أنا عندي مشكلة اكتشفتها مؤخرا وعايز أشتغل على نفسي، تقدري تساعديني، تقدري تسبورت، تقدري تصبري عليا زي اللي انت بتقولي ده. اوكي انا جايبه مشكله وعارف ان انا محتاجه احلى، لكن انا بقى اشمر ولك عنك انت حبيبي، انا هعمل وانا اللي هسوي وانا اللي هغير. من غير ما اشمر بس قول يا احمد. لا يعني انا يعني ولا تتكلم الفكره بتاعت السؤال خلتني برضو افكر في نوع العلاقه. احنا ده 2 متجوزين ولا 2 في الشغل ولا 2 صحاب؟ لانه هي طب يعني 2 في الشغل واحد مرتشي هتعمل له ايه؟ لا ما هو برضو لا يعني بالامانه يعني انا او بيكروت شغله يا احمد، على طول بيكروت شغله. يعني بص انا يعني هو لو مش حاجه ايثيكال بغض النظر على ستايل شغل او بتاع، انا في رايي ان لا دوبل على كونديشن ان هو الشخص برضو عايز يتغير. اوكي شايف الفاليو ان هو يتغير. وكذلك الزوج والزوجه لا بيتغيروا لو الاثنين يعني هي صعبه بس دوبل. الصحوبيه مختلفه، الصداقه مختلفه، لانك بتختار برضو الصاحب يعني فبتختاره على فممكن تسيبه تمشي على الدي ان ايه بتاعك. فانت بس الناس بتتغير برضو، ما هو ممكن صاحبك يخش في سكه مخدرات يعني بقول لك لو حاجه ايه لا ده مش هسيبه بس ممكن هو بس مش لو هو عايز مثلا ما بقاش بيودني زي الاول ان انا ابذل مجهود علشان اغيره هيبقى اقل صراحه من ان انا هبذله مع مراتي او ابذله مع لا انا شايفه فكره فيكس هير او فيكس هيم اتس بيورلي للعلاقات الحميميه والعلاقات اللي احنا هنجمع، لانه في الصداقه فيكس هيم او فيكس هير انا بالنسبه لي خد صاحبك كده باكج، انت اصلا خدته فيه حلو وفيه وحش وانت فيك حلو وفيك وحش وهتقبلوا بعض كده والليله ماشيه والدنيا حلوه. الا بقى لو في واحد شت مني خالص ما قدرتش اعمل له حاجه، لا خلاص يلا اتكل على الله، خلاص ما عادش ودريفتد دي الحياه فرقتنا. لكن fix her و fix him I would say intimate relationship، العلاقات الحميميه هي اللي بيحصل فيها ده. وفكره انه I can fix him هي فكره برضو مبنيه على صدمة قديمة وحد كان عايش في بيئة فيها حد emotionally unavailable أو قاسي أو محتواش أو محبش بشكل معين، فدور على نفس المخلوق علشان فكرة I can fix برضو تاني التكرار القهري، أنا المرة دي هصلح، فيقعد يبذل المجهود يعني فوق ما تتخيل. عشان كده بقولك ده كان جول ناس كتير، لان هي جايه من هنا وعايزه تصلح القصه في بني ادم تاني، فلحد ما بيكتشف انه مفيش حاجه اسمها كده، ولا في راجل يقدر يغير ولا في ست تقدر تغير. وكلمه فيكس دي اصلا يعني عموما دايما بتتقال للي اصلا حد بلايند قوي وانت اللي عمال تحاول تنحت فيه. لو لانه اصلا بحس ان في حاجات بقعد اتفرج على شويه اسئله من الناس اللي بتسال، حتى بيسالوا ناس كويسه، بيسالوا دكاتره نفسيين وبتاع، اصل هو ضربني 9 مرات، هو حضرتك بعد الضربه الاولى حضرتك تقومي لها من شنطتك وتروحي هو ما فيهاش بقى محاولات. اصل هو مدمن بقاله 9 سنين، حضرتك بعد اول وات ايفر اللي هو بيضربه ده قال لك مش ناوي ابطل، سلام عليكم وامشي، انا ليه هقعد اضيع وقتي ليه مع حد انا فيكسهم ولا ما فيكسهمش؟ هي دي بقى فكره فيكسهم دي اساسا. اول ما حد يقول فيكس اعرف انه دي حته كده لا واعيه جايه من حته غير امنه، عايزه نفسها في نهايه مختلفه وبتحاول يعني واللي عنده النمط ده منى بيطبقوا على كل الناس اللي حواليه، بيطبقوا على اخواته، بيطبقوا في علاقته كبارتنر، علاقه مع زوج، بيطبقوا مع اصحابه. اللي عنده النمط بتاع انا هصلح الناس ده لان انا عايز ده، انا محتاج ان انا اصلح، ومحتاج الشعور اللي بيجي لي لما احس ان انا صلحت شيء مكسور، ما على حسب نقصك ايه بالظبط يعني. فلو هو ده عندي هرد بقى على الحته بتاعتك بتاعت اللي هو بتميل اكتر لفكره ان انا هل اصلح اصدقائي او كذا. لو هو الشخص عنده هذا النمط من جواه اصلا بيتحكم فيه، هو السبب اللي خلاه بيسعى انه يصلح،
مش بس هيصلح في علاقه، هيصلح في كل شيء حواليه. هيبقى عايز يصلح كل شيء ماشي حواليه، لان طبيعته هي دي طبيعته. هو هكذا يستجيب للحاجه القديمه او للتروما او للصدمه او للشيء، هو بيستجيب ليها بالشكل ده وبيتحرك بسببها بالطريقه دي.